هاي يا شباب، عاملين ايه؟ انا دكتورة نرمين مقبل وجاية النهاردة اكلمكم عن الموضوع اللي قالب الدنيا كلها الفترة اللي فاتت. هو موضوع جدري القرود. طيب، ايه اللي خلى الموضوع يتحرك في الفترة اللي فاتت دي؟ هما مكتشفين جدري القرود ده من بدري، بس اكتشاف اول حالة في مصر واللي وزارة الصحة اعلنت عنها هو ده اللي عمل قلبان. طيب، ايه السبب؟ علشان جدري القرود ده وباء وممكن ان هو ينتشر. يعني انتشاره اقل من كورونا شوية، ولكن هو وباء فممكن ان هو ينتشر. طيب، انا لازم في الاول اعرف ايه اعراض جدري القرود. جدري القرود زيه زي اي جدري، بيبدأ بارتفاع درجة الحرارة، وبعد كده يظهر طفح جلدي. الطفح الجلدي ده الام بتشوفه في وش الطفل او في ايده، بس لازم طبعا تتأكد من بطنه او ظهره اذا كان فيه طفح ولا لا. كمان من اعراضه ان الحبايه اللي بتبقى في الطفح الجلدي بتبقى فيها ماده صفراء. طيب، ما احنا كده نفس الاعراض بتاعه الجدري العادي. لا، في كده حاجه بتميزه، هو ان الغدد الليمفاويه بيحصل لها تضخم، اللي هي الحتت اللي هنا والحتت اللي هنا، وفي كده اماكن للغدد الليمفاويه بيحصل لها تضخم. ده اللي بيميز جدري القرود. طيب، ايه الفئة اللي انا اخاف عليها او المعرضة ان هي تاخد الجدري القرود ده؟ هو معرض لينا كلنا، كبار وصغيرين، بس احنا بنخاف على الاطفال لانه الاطفال ساعات بيحصل التهاب في العين، فلا قدر الله يحصل فقدان بصر، او كمان في بعض الاطفال اللي مناعتها قليلة ما بتقدرش ان هي تقاوم الفيروس ده، فلا قدر الله ممكن الطفل يتوفى يعني. طيب، اعمل ايه انا؟ اخلي بالي في الاول على الاطفال اللي عندي، اخلي بالي ان هم لما يجوا من بره لازم يغسلوا ايديهم طبعا بالميه والصابون. اخلي بالي ان هم ما يشاركوش ادواتهم الشخصيه مع باقي الاطفال في المدارس والاماكن يعني اللي فيها اعداد كبيره. اخلي بالي في الاكل والشرب، ده طبعا الاساس ان انا اقوي مناعة طفلي ان هو يقاوم اي فيروس او اي مرض بيتعرض له. طبعا احنا قلنا في الفيديوهات اللي فاتت احنا بنقوي المناعة ازاي. بنحرص على ان احنا ندي فواكه فيها فيتامين سي، بندي خضار كتير، بحافظ ان هو يشرب لبن كتير كمان، ان هو يتعرض للشمس، ده برضو شيء صحي للطفل. الحاجات دي كلها بتخلي الطفل مناعته تزيد فيقاوم اي فيروس. طيب، ان حصل ولا قدر الله حد عندي اخد الفيروس ده هعمل ايه؟ هعزله، دي اول حاجة علشان باقي افراد البيت. بيتم عزله زي عزل كورونا بالظبط. بيتعزل في اوضه وحده. الادوات بتاعته يستحسن تبقى بلاستيك كلها وتترمي. اللبس بتاعه بيتغسل وحده بميه دافيه وصابون. كمان فتره المرض محدش يتلامس معاه بالجلد، لانه كمان الفيروس ده بيتنقل عن طريق الجلد، بيتنقل كمان عن طريق الرذاذ. يعني يستحسن كمان نلبس ماسكات. بصوا، يعني هي نفس الحاجات برضو بتاعت كورونا، بس هي الفكرة ان هو خطر ووباء، فيستحسن ان احنا نخلي بالنا علشان لا قدر الله ما نفقدش حد عزيز علينا يعني على قد ما نقدر. بس كده.